مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموج 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستديو الدكتور ناظم نور الدين حاج، ماجستير جراحة عامة وتنظيرية، خريج جامعة دمشق ومشافيها. اسمحوا لي رحب بضيفنا الدكتور ناظم. يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ عماد. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا فيكن تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. مشاهدينا عبر صفحتي الإذاعة أو على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير، عبر كومنت فينا نجاوب على أسئلتكم أكيد. موضوعنا اليوم رح يخص يعني موضوع مهم كتير، أظن أنه رح يكون يعني رح ينال إعجابكم. ايضا بحب اشكر زميلتيني الوردتين ورا الاستديو ورا الكنترول، على الكنترول والبث المباشر، شيرين واميره. مثل ما قلنا الدكتور ناظم هو خريج جامعة دمشق، اختصاص جراحة عامة وتنظيرية. موضوعنا اليوم راح يكون عن موضوع مهم كتير، البدانة المرضية. يا ترى شو هي، شو أعراضها، شو أسبابها، وكتير من الأسئلة والمحاور راح نناقشها مع ضيفنا الدكتور ناظم. بالبداية دكتور لو تعرفنا عن موضوع البدانة المرضية، وراح نقرب المايك شوي لا حتى المستمعين يسمعوا منيح. أول شيء بشكر إذاعة بوير وأستاذ عماد على الاستضافة الحلوة. شكرا. تسلم. أهم شيء البدانة المرضية هي زيادة الوزن عن الحد الطبيعي المسموح به، وهلا هو يعتبر من أشع أمراض العصر، وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، فصار بيعتبر ثاني أشع سبب المؤدي للوفاة القابلة للمنع بعد التدخين. شو معنى قابل للمنع؟ يعني في نوقف عن حده قبل ما تطور للمشاكل القلبية والصدرية وفيما بعد عن حده معين. تماما. هاي هي يعني البدانة المرضية. هلا في دكتور سميناها او مثل ما مسمى انه البدانة المرضية، في شيء اسمه بدانة غير مرضية يعني. هلا في اسباب وراثيه، اسباب غديه، بس المدانة عموما بشكل عام كلها مرضيه وبتؤدي لمشاكل. يعني كيف ما كان في سبب معين لا لازم نعالجه قبل ما تطور لتسبب اي مشكله ثانيه. اكيد موضوع الاسباب راح نتطرق له. دكتور، هلا متعارف موضوع المشعر كتلة الجسم كمصطلح طبي يعني. لنفهم المستمعين لحتى يستفيدوا من الموضوع. يا ترى ما هو مشعر كتلة الجسم؟ لا. هلا المريض امتى نقول عنده في زياده وزن او بدين؟ في مقياس معين او قانون معين نعتمد عليه، وعلى اساسه بنقيم المريض في عنده زياده وزن او بدانه. بنسميه بي ام اي او بودي ماس اندكس، مشعر كتله الجسم. فيه بنحسب الوزن بالكيلوغرام، بالتربيع نقص الكيلوغرام نقسمه على المتر مربع، بيطلع معنا قيمة معينة. هاي القيمة معينة إذا كان بين 18.5 ل 24.9 فنعتبره ضمن الحد الطبيعي، يعني المريض ما بيعاني من أي مشكلة. أما إذا كان بين 25 ل 29.99 فالمريض عنده زيادة وزن وليس بدانة. تماما. فوق ال 30 بنعتبرها بدانة. البدانة نفسها بتقسم 3 درجات، في فوق بين 30 ل 34.9 بدانة درجة أولى، بين ال 35 ل 39.9 بدانة درجة ثانية، فوق ال 40 بدانة درجة ثالثة. تماما. دكتور ذكرت موضوع الوزن الزائد والبدانة، يا ترى هدول شو هن؟ هلا زيادة الوزن نحن قدر الإمكان لسه ما فتنا بأي مشاكل مرضية، يعني فين نلحقها بداياتها. يعني مثل أي مرض إذا لحقنا بدايته ففينا نعالجه بالحمية بالرياضة من دون ما ننتقل إلى أي إجراءات غازية، يعني مثل الجراحة أو إجراءات تنظيرية غيرها. نعم. أما لما تصير مشكلة بدانة فعقابلها بتكون أخطر ومشاكلها أكثر، وعلاجها بتكون أصعب من زيادة الوزن. تماما. دكتور موضوع البدانة هلا بتاخذوا بعين الاعتبار موضوع الطول والسن؟ لا، أهم شيء الوزن والطول. الوزن والطول. تمام، والسن ما في أي والسن اختلاف عليه. مانو يعني مانو شرط، مانو من ضمن القاعدة يعني. لا لا لا. تماما. شو هي الأسباب؟ دائما نتطرق لموضوع الأسباب واللي هو العامل الأساسي، يا ترى شو هو؟ السبب الرئيسي بالبدانة الموجود هو اختلال التوازن بين الصادر والوارد، بين الصادر الحراري والاستهلاك الحراري لنا، الحريرات اللي عم ناكلها وقديش عم نستهلكهم. فالاختلال التوازن بيناتهم بسبب عنا البدانة. اما بتكون زيادة الوارد وقلة نقص الصادر، يعني باكل سعرات حرارية عالية مثل الكولا والطاقة والأكل الزيادة والوجبات الدسمة الشديدة مع قلة الرياضة والحمية، فبتسبب عنا هاي البدانة. المشكلة متواجدة بالعصر، وخاصة انه
انتشار الانترنت والطلبات السريعة والوجبات السريعة كلها اختلفت الأمور. الراحة أكيد وسائل الراحة كثرت الحياة على الذكية. تماما الحياة الذكية مثل ما ذكر. أكيد هاي من ضمن الأسباب يعني الأساسية هذا يعني. سبب رئيسي. يعني حتى في نقول اللي صار بالولايات المتحدة تقريبا 40% من السكان بيعانوا من زيادة الوزن، و20% في عندهم بدانة. يعني فيك تقول 60% من عامة السكان في عندهم مشكلة مرضية هي البدانة. بالولايات المتحدة الأمريكية هون ما في عندنا تمام. معايير ربما معينة. دول الخليج أيضا هن من الدول اللي أكيد يعني عندهم بدانة. تمام، نفس السبب اللي ذكرناه انه زيادة الوارد ونقص الصادر. فهي بسبب البدانة السبب الرئيسي. في عنا اسباب وراثية متعلقة بالاب والام. فاذا كان الاب او الام حتى لو ما بيعانوا من بدانة، فاحتمال يكون نسبة الاولاد اللي بصير عندهم بدانة 10%. اما واحد منهم فقط بس يعاني من بدانة، في الاولاد نسبتهم فوق 90% يصير عندهم بدانة. في عنا مشاكل هرمونية مثل مشاكل قصور الغدة الدرقية، وفي عنا المشاكل متعلقة بالمبيض متعدد الكيسات خاصة عند النساء. القصور الغدة الدرقية بسبب عنا بدانة بس بنسميها هي وزمة مخاطية غير. هاي في عنا مشكلة من رئيسية هي قصور الغدة الدرقية اللي بنعالجها. أما اللي في عنا اضطراب الهرموني عند النساء أو نسميها مبيض متعدد الكيسات كمان بسبب بدانة. فعلاج الاضطراب الهرموني ونخلص من مشكلة البدانة كمان تخلص هاي القصة. هي الأسباب الرئيسية المتعلقة بالبدانة. تمام. أكيد في أسباب أخرى فرعية يعني ما تذكر يعني. دكتور، المشاكل اللي عم تسببها البدانة، المضاعفات يعني. تمام. هلا اذا تواجد مثلا القلب اللي متعود بشيل 70 80 كيلو بضخ الدم ل 70 80 كيلو، صار وزن المريض 150 كيلو. فصار في حمل عليه زياده 80 كيلو زياده. فالقلب يصير بيتعب عليه او جهد زياده عليه، فبنسميه قصور بعضله القلب. لما يتمركز الشحم الموجود بالجدران الاوعيه الدمويه بسبب عندنا تصلب بالاوعيه وبسبب عندنا ضغط. تمركز الشحم بالجهاز الهضمي خاصة بالكبد، بصير عندنا بالمراحل المتقدمة تشحم كبد شديد بسبب قصور خلية كبدية. تمركز الشحم ضمن البطن كمان بسبب في عنا شيء بنسميه ارتفاع الضغط ضمن البطن. هذا ارتفاع الضغط بيضغط على الصدر. فالمرضى اللي بدانات الدرجات المتقدمة بالدرجة الثانية والثالثة، فنشوف هدول المرضى بيناموا على مخدتين وثلاثة. نعم. بس مشان انه في يصير عندهم نوبة توقف تنفس. نعم. لانه هن نايمين بتوقف تنفسهم، ففي مرتين ثلاثة بالليل، فمشان هيك بحطوه على مخدات. تمركز الشحم كمان بالبطن يضغط على الأوعية، يعني بسبب عندنا جلطات، تخثر بالأوعية بالأطراف، بالقلب، كله بيزيد هدول المشاكل. كمان في عندنا مشكلة التنكس بالمفاصل. نعم. يعني هذا المفصل اللي بشيل أكيد. 70 80 كيلو صار هلا وزنه 150، صار عم ضعف الحمل بيجي عليه. أكيد. تمام. فهذا كله يعني مشاكل. فالبدانة وين ما تواجدت بسبب مشكلة. دكتور، رح نذكر مستمعينا ورح نروح لنا فاصل صغير. للي عم يسمعونا هلا، انتم عم تسمعوا راديو بير اف ام، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستوديو الدكتور ناظم نور الدين حاج، ماجستير بالجراحة العامة والتنظيرية. فاصل صغير وبنرجع بنعيد المشاكل اللي من الاول اكيد، المشاكل اللي بتسببها البدانة. خلوكم معنا. أكيد ضيفنا بالاستديو ببرنامج صحتك بالدنيا دكتور ناظم نور الدين حاج، مثل ما ذكرنا ماجستير بالجراحة العامة والتنظيرية، خريج جامعة دمشق وما فيها. عم نحكي اليوم عن موضوع مهم كتير وعصري هم ربما، وطبعا يعني سابقا ما انحكى فيه، وسابقا ما يعني نعمل عليه لقاءات او بحث او كذا. راح يعني نوضح كتير نقاط مهمة ونتمنى الكل يستفيدوا منها. او اذا حابين تشاركوا رابط برنامج الحلقة، اكيد راح نكون مسرورين لحتى زملائكم واصدقائكم بصفحاتكم الشخصية يستفيدوا منها. راح نرجع للمحور اللي وصلنا له. الدكتور كان عم يذكرنا يعني كتير يعني مواضيع مهمة كتير، اللي هو المشاكل اللي عم يسببها البدانة المرضية. راح نترك المايك للدكتور ليشرح لنا اياها. مثل ما أن البدانة هي زيادة الوزن وتمركز الشحم بمناطق معينة من الجسم. الشحم يتمركز بكامل الجسم. تمركز الشحم موجود بالقلب، أو زيادة الحمل على القلب نسميه. القلب اللي متعود يضخ ل 70 80 كيلو، الجسم هلا صار عم يضخ ل 150، زاد حمل عليه، فنسميها هي قصور عضلة قلبية، زاد الحمل عليه. إذا تمركز الشحم بالجدران الأوعية الدموية بصير عندنا تصلب بالأوعية ويصير في عندنا ارتفاع بالضغط، فهدول المرضى بيكون قبل الضغط أكثر من غيرهم. كمان في مشكلة كتير رئيسية هي مشكلة السكري. هدول المرضى بصير عندهم استجابتهم او تحسن الانسولين كتير قليل، فلهيك هدول المرضى بتظهر عندهم سكري اكثر من غيرهم.
الشحم كمان بس يتمركز مثلا بالبطن، اكثر شيء بالكبد نحن بنخاف منه تشحم الكبد المراحل المتقدمه بسبب عنا قصور خليه كبديه. ايوه. ارتفاع الضغط ضمن البطن بسبب وجود الشحم، بسبب عنا قصور نوبة التنفس او نوبة توقف التنفس عند المرضى البدانات الشديدة. يعني هدول المرضى بيجون وزنهم BMI او مشعر كتلة الجسم فوق ال40، فهدول يكون بدانة درجة ثالثة. هدول المرضى بيناموا على مخدتين ثلاثة بس مشان ما يصير عندهم ضيق بالتنفس. كمان الشحم نفسه بحد ذاته موجود بالجسم بسبب زيادة عرضة هدول المرضى للجلطات وال السكري مثل ما قلنا، والتهاب أجوبة شعرية كمان بصير عندهم، خاصة بالثنيات، مناطق الثنيات، والتهاب كمان بصير فيهم بالإبط والتحت الثنيات والبطن أو بالمغبن حتى. هدول المرضى كمان بصير في عندهم تنكس مفاصل باكر أكثر من غيرهم، لأنه هذا المفاصل كان بيشيل 70-80 كيلو، هلا صار عم يصير 150-200 كيلو، ف يصير فرط حمل عليه، وكمان يصير في عندنا تنكس مفاصل باكر أكثر من غيره. تماما. دكتور، في طرق لتنزيل الوزن، يعني سواء كانت يعني جراحية أو غير جراحية؟ لا، متعارف الناس عم يتبعوا نظام غذائي أو رياضة معينة، في طرق لتنزيل الوزن؟ هلا بسبب الأساس اللي نعالج جسمنا، أول شيء اللي نعرف المشكلة، نعالج المشكلة وبعدين نتطرق لبقية المشاكل الموجودة. يعني إذا كانت مشكلة وراثية فهذا المريض في عنده أهبة للإصابة بالبدانة، فأول شيء نقلل كمية الوارد ونزيد الصادر. يعني نقلل كمية الأكل، نقلل كمية السعرات الحرارية الموجودة بالجسم، هي أول شيء بالحمية، وزيادة كمية الرياضة، بنحرق الحريات الموجودة بالجسم، هي أول علاج للبدانة. وأغلبية المرضى أول شيء بننصحهم خلال 6 أشهر يتبعوا نظام حمية معين مع رياضة بالنادي، بالجيم، بالمشي، نص ساعة صباح المشي ونص ساعة بالمساء. تختلف الأمور، تفرق كثير عن المريض. إذا ما قدر المريض اتباع الحمية أو الرياضة، نلجأ للطرق الثانية هي الأكثر غزوا أو أكثر من غيرها مسميها. نبلش بالعلاج الدوائي، هي عبارة عن مجموعة أدوية مثل الأورستات والسوكسندا. في منهم مشان عدم امتصاص الشحم بالجسم، هاي بنعطيها لفترات طويلة. في إبر بنسميها سوكسندا، هي بتحد من الإشباع عند المريض، ولكن الفترات مؤقتة. يعني المريض خلال 6 أشهر 7 أشهر سنة عالجته من الأدوية، بده يتبع نظام حمية معين مشان ما نرجع نفس القصة ونفوت نفس الدوامة. في حال ما مشي الحال بننتقل بقية الطرق. في تنظير هضمي علوي نركب فيها بالون لمدة تقريبا 6 أشهر، في بالون نركبه لمدة سنة. نعم. كمان هدول البوالين بنشيلهم بعد 6 أشهر وبعد سنة حسب كل مريض. في عنا اختراع كمان جديد سموه الكبسولة الذكية. هاي ما في داعي لأي تخدير ولا أي شيء. كمان إجراء كثير بسيط، نحكي بالمراحل القادمة. أكيد. في عنا عدة عمليات جراحية، منها قص المعدة، تحويل المسار كلاسيكي المصغر، أو في عنا دودينال سويتش أو تحويل العفج. هدول مجموعة إجراءات كمان كلها تنزيل الوزن. مثل ما قلنا بنعالج السبب، مثل الاضطراب الهرموني عند النساء الPCO مبيض متعدد الكيسات، نحل الاضطراب الهرموني. الاضطراب الهرموني بسبب بدانة، فنحن بنفوت بحلقة المفرغة مبيض متعدد الكيسات. ف هدول المرضى كمان بنرجع لعلاج البدانة مشان نخلص من الاضطراب الهرموني، بنخلص من الحلقة المفرغة. مريض في عنده قصور بالغدة الدرقية، بنعالج القصة الغدة الدرقية. في حال استجاب كان بها، في حال ما استجاب بعدين ننتقل لبقية الطرق مشان نعالج. تماما. يعني طرق كثيرة متعددة، وفي يعني أساليب أخرى، يعني سواء كانت دوائية أو نظام أو كذا أو عمليات. حتى العمليات هي بحد ذاتها أكثر من طريقة. دكتور، يعني إيجابيات هالعمليات هاي يا ترى شو هن، وإيمت من المفروض أنه تنعمل؟ تمام. نحن ما بنلجأ لأي عمل جراحي إلا نقارن بين الإيجابيات والسلبيات. يعني الإيجابيات إنه هذا المريض مستقبلا رح نخف نسبة إصابة عنده بالضغط، انخفاض نسبة إصابته بالسكري، تنكس مفاصل بيتأخر عنده. فإذا كان الإيجابيات أكثر من السلبيات وقتها بنرجع لعمل جراحي. أما إذا كانت السلبيات أكثر من الإيجابيات ما بنعملها. عملية موازنة يعني. عملية موازنة. تمام. يعني هي بالأول والآخر هي عمل جراحي. تمام. وعم عرض المريض عمل جراحي، المريض بيتخدر بيتم بالمشفى، وكل عمل جراحي فيه له اختلاطات طبعا. صح. فلهيك لازم يكون المريض واعي قبل واحد قبل ما نفوت على العملية انه شو الايجابيات شو السلبيات، ونوازن وعلى اساسها بنعمل العملية. مثل ما قلنا الايجابيات انه نأخر المشاكل البدانة. اما السلبيات مثل اغلبية العمليات البدانة
بسبب تساقط الشعر عند المرضى خاصة بالشهر الثالث أو الرابع، نسبة قليلة، ولكن نعطيهم علاج معين على أساسها مشان نتجنب هدول المشاكل. في بعض العمليات نسبب عندهم سوء امتصاص، فهدول المرضى ما بيمتصوا كل أنواع الأكل، فبصير عنده نقص بالمعادن والفيتامينات على فترات طويلة. تمام. بعض المرضى البدانات الشديدة على فترات طويلة احتمال يصير عندهم ترهلات، فهدول المرضى كمان يعني بيحتاجوا عمليات فيما بعد العمليات الثانية، فهي من ضمن السلبيات تبعهم. تماما. حكيت موضوع السلبيات دكتور، المخاطر لهالعمليات. طب تعرف يعني دائما مثل ما ذكرت انه بجميع الاحوال او بالنهايه المريض عم يتعرض لعمل جراحي يعني وتخدير، وفيها نسب وفيات ربما يعني في نسب مسجلة عالميا. ومؤخرا ابن الفنان الشهير أيضا جورج وسوف أحد إذا نسميها ضحايا أو اللي ما مخاطر هالعمليات والاختلاطات والمشاكل ما بعد العمل الجراحي شو هن؟ نسبة الاختلاطات عموما للعمليات الجراحية، الإجراءات اللي حكينا عنهم، الأدوية أو التنظير الهضمي علوي أو البالون أو الكبسولة الذكية، نسبة اختلاطاتها كتير قليلة، نادرة جدا جدا، يعني تكاد تكون 0%. نعم. إلا بس إجراءات التخدير. أما العمل الجراحي الثاني فنسبة سواء عملية قص المعدة أو تحويل المسار تقريبا تراوح بين 0 ل1% من اختلاطات. أشع اختلاطات بنسميها هي الناسور، تشكل ناسور يعني بصير ثقب محل الاستابلات اللي عم نطبقها. تمام. فهي ممكن اذا تداركنا على المرحله الباكره فينا نعالجها وتصير فيها مفرزات المعده ضمن البطن، فهي بنسميها حالة اسعافيه ومندخل عليها باكرا تكون باذن الله نخلص من القصه. اما يعني اذا تاخرنا عليها ففي نسبه وفيات عالميا. ثاني سبب اشع سبب بصير عندنا هو النزف. نزف يصير ضمن جدار المعدة وبينكب ضمن جدار المعدة، فكمان إذا تداركنا على مراحل باكرة ومتابعة المريض كمان نتجنب هاي القصة. بس هي أشياء اختلاطين موجود متعلقين بالعمليات البدانة فقط لا غير يعني الأشياء يعني أشياء اختلاطين. تماما. دكتور، يا ترى هالعمليات هاي يعني فينا نعملها هون بمدينة القامشلي؟ في كفاءات، في أطباء مختصين بيعملوا هالعملية هاي للمرضى؟ هلا بالقامشلي ممكن، خاصة الأدوات المتواجدة والمشافي في كذا مشفى متمكنين من هدول الأمور، والأدوات كامل موجودة. وفي كذا عدة عمليات انعملت بمدينة القامشلي. فينا العمليات أشهر شيء عملية قص المعدة، تكنيكيا كتير بسيطة، تقريبا مدة العمل الجراحي تتراوح بين نص ساعة لساعة. مدة العمل الجراحي قصيرة. حلو. تمام. تعتمد على تحرير المعدة وبنقصها بشكل طولي بنسميها على شكل موزة. نعم. تمام. تصير ساعتها تقريبا بين ال 120 ملي، يعني المريض ما بيحسن بياكل فوق ال 120 ملي. نعم. فهدول المرضى نعطيهم وجبات متعددة وقليلة بعد العمليات. في عنا عملية تحويل مسار، هي أعقد شوي من عملية القص المعدة. كمان في إمكانية هي بس نعمل المعدة على جيب صغير تقريبا يحوي 20 ملي، وبنوصل الأمعاء عليها تقريبا نحدث عند المريض سوء امتصاص. فالهدف يكون هدول العمليات نشتغل على هدفين معينين. عملية قص المعدة كنا بنشتغل على تحديد كمية الأكل اللي بياكله المريض، تقليل الوارد الفموي. أما عملية تحويل المسار بنعتمد على تقليل كمية الوارد الفموي بالإضافة إلى إحداث سوء امتصاص. يعني المريض قد ما أكل بصير عنده سوء امتصاص، يعني قد ما أكل في تقريبا 180 سنتي من الأمعاء ما رح يمر عليه الأكل، فالمريض ما راح يستفيد من الأكل اللي أخده. فهي نسميها عمليات تحويل المسار المصغر والكلاسيكي. كمان في استطبابات معينة نعمل هدول العمليتين. بس عموما هدول العمليتين أعقد من عملية قص المعدة. بس مثل ما قلت لك عملية قص المعدة هي تكنيكيا كتير بسيطة وما صعبة، ففي إمكانية بالقامشلي. حلو كتير دكتور. طبعا سؤال مرق علينا، هو موضوع انه تحضير المريض لقبل العمل الجراحي. يا ترى هي كمان ربما من احد اسباب النتائج اللي تكون سلبية او المخاطر. يعني المريض هو واعي وهو مريض، يعني هو ما له مريض بالاساس، يعني يعني ما فيه علة غير انه بدين. في اجراءات مثلا تحضير العمل الجراحي من استشارة تخدير، استشارة قلبية او استشارة غدة، بتاخذوا بعين الاعتبار هالامور هاي قبل بتحضروا المريض لهيك حالة مثلا؟ هلا استاذ عماد، البدانه صار بيعتبروها مرض عالميا. تماما. البدانه صارت مرض. نعم. فبنعتبره مريض، يعني اي مريض شخص بدين بنعتبره مريض بدانه.
المريض، تحضير المريض للعمل الجراحي. أي مريض بيجينا في عدة استفسارات كتير مهمة نركز عليها. المريض في عنده أعراض حرقة أو حموضة أو ارتجاع الطعام قبل العملية، لأنه بتحدد نوع العملية أو الإجراء اللي نعمله إياها بتفرق معنا. تاني سبب، المريض نوعية الأكل تبعه بتعتمد على حلويات ولا لا. كمان هدول المرضى بيعتمدوا على تحديد نوع العمل الجراحي. نعم. بقية الأسباب، أي مريض بدين بنلجأ له نعمل تنظير هضمي علوي، نتأكد فيش مشاكل بالمعدة، يعني في قرحات، في التهاب الملتوية البوابية، في عنده جرثومة معدة، في عنده لا سمح الله سرطان ونحن ما مكتشفينه. صح. فهدول المرضى كل مريض بداني بنعمل له تنظير هضمي علوي، إلا لحالات معينة ما بنعملها. نعم. كمان اي مريض بيجينا بدانه بدنا ننفي المشكله الغديه الموجوده عنده، يعني احتمال يكون في عنده اضطراب هرموني بالغده الدرقيه. فنحن بنعايره لتحليل تي اس اتش و اف تي 4 الغده الدرقيه. اذا كان ضمن الطبيعيات ما في اي مشكله، اما اذا اي مشكله ضمن التحاليل بنحول لطبيب غدية بيعالج المشكله، احتمال تكون هي سبب البدانه، تمام. وعلى اساسها بنقيم. واي مريض بدانه كمان بنعمله ايكو بطن نتاكد، لانه هدول المرضى بيكون في عندهم فرط كوليسترول بالجسم. صح. فرط الكوليسترول بسبب في عندنا حصيات مراره، فاغلبيه هدول المرضى او نسبه معينه منهم يكون في عندهم حصيات بالمراره. فوقائيا نحن نعمله ايكو بطن نتاكد في عنده حصيات بالمراره ولا لا. بالاضافه للتحاليل عامه كامل نعملون، منها معايره الفيتامينات خاصه فيتامين د واف اي، لانه اذا احتاجهم بعد العمليه مشان نعوض له اياها مباشره. بالإضافة للاستشارة قلبية مشان نحدد الوظيفة القلبية وشو آثار الجانبية اللي عملت البدانة عليها. بعدين الطبيب التخدير هو اللي بيقيم مشان العملية. أكيد. قبل ما نختم لقائنا بمجموعة من النصائح ويعني زبدة اللقاء، رح بذكر مستمعينا أي حدا لسه خطر على باله سؤال، حابب يستفسر عن موضوع حلقتنا، فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو برسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4، برسالة عبر صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. السيد أبو أحمد عم يذكر إنه الصوت ضعيف، ما بظن إنه بظن الكنترول شافوا إنه الصوت جيد. دكتور، نختم لقائنا دائما بنصائح أو يعني ربما يعني إذا صح التعبير نصائح وقائية أو نصائح من الطبيب الضيف. الأخت أو الأخ محمد بعت لنا رسالة. أكيد دكتور ناظم عمل لي عملية فتح حجاب الحاجز، الله يحميك دكتور، ما شاء الله. طبعا سلاماتنا لك، ونحن بنتشكرك الأخ محمد، وعليك العافية وسلامات إن شاء الله. رح نترك المايك للدكتور ناظم يعني يختم لقائنا الجميل بنصائح. بس في مجال فيني أحكي إنه النصائح بعد العمليات، هدول المرضى بعد العمليات نعطيهم برنامج كامل مشان التغذية. خاصة انه هدول المرضى اول فترة بنخليهم على السوائل الرايقة، بعدين بنقلبها على السائل الاسمنكي، بعدين بنقلبها على حمية نصف جامدة بعدين جامدة. هدول المرضى كمان على الفترات بعد 3 اشهر بعد 6 اشهر بنعمل تحاليل روتينية. فهدول المرضى تبع البدانات بدهم تعويض فيتامينات، خاصة عملية قص المعدة وعمليات تحويل مسار. فكل 3 اشهر 6 اشهر بنعمل تحاليل معينة مشان نقيم اذا صار في عنده نقص فيتامينات نعوض له اياها ابكر ما يمكن. او مثل ما قلت لك الترهلات وسقوط الشعر. هذا موضوع آخر يعني، كمان بده معالجة ومتابعة يعني. تمام. وهدول المرضى كمان في نظام حمية نعطيهم إياها، خاصة للمرضى البدانات، إنه نخبرهم يتجنبوا المأكولات أو ذات سعرات حرارية عالية من الحلويات أو الشوكولاتة أو البيبسي والكولا. كل شيء كلها سعرات حرارية عالية وما لها أي قيمة. يعني أنا قللت كمية الأكل بس اعتمدت النوعية، فالنوعية أنا ما فيني أتحكم فيها، بيعتمد هذا الشيء على المريض. ف يعني المريض له دور كتير مهم. صحيح نحن عملنا عملية نسبة 50%، بس النسبة الثانية 50% بيعتمد على المريض مع اتباع الرياضة بعد العملية. يعني نحن من ثاني يوم من ثالث يوم نخبره يبلش بالرياضة. فهدول نصائح كتير مهمة وكتير مرضى ما بيلتزموا فيها. تمام، للأسف يعني. تمام، لأنه بعد العملية بنفوت مشاكل تانية، إنه صار عندي تعب، دكتور تعبت، صار في عندي إخياءات، دكتور صار في عندي ترهلات بالبطن، ليش صار هيك ليش صار هيك ليش صار هيك. فهدول تعليمات كتير ضرورية قبل ما نعمل العملية. يعني المريض يكون واعي لصحته، إنه أنا بدي أحسن من نوعية حياتي، فإجباري أنا بدي ألتزم التعليمات بشكل كامل مشان كنت مرحلة وبدي فوت مرحلة تانية. تماما. دكتور، نصائحك للناس الأصحاء للي ممكن يصير معهم بدانة، يعني أي شخص ممكن يعني يصير بدين يعني، فشو نصائحك له؟
التغذية الصحيحة. أهم شيء التغذية الصحيحة، ونتجنب الوجبات السريعة قدر الإمكان. أيوة. الرياضة، أفضل ما يمكن، يعني الرياضة خاصة المشي، صبح ومساء، هدول. والمشروبات الغازية مثلا ذكرتهم هلا هن سبب للبدانة. سعرات حرارية، إذا هي سعرات. ذات سعرات حرارية عالية. أها. تمام، يعني أنا شربت هالكمية، لازم بعدها أقوم أتحرك وأتمشى، أعمل رياضة. ناس عم يشربوا طاقة وناس عم يشربوا كولا، مدمنين على الكولا كتير يعني. عنا الكنترول من أحد الناس اللي مدمنين. شو نصيحتك للناس الأصحاء اللي عم يتبعوا هالغذاء؟ يديروا بالهم على صحتهم، والنحف نعمة. تمام. نحف نعمة. ألف شكر على الاستضافة الحلوة دكتور ناظم نور الدين حاج، ماجستير بالجراحة العامة والتنظيرية، خريج جامعة دمشق ومشى فيها، على اللقاء الجميل والمعلومات القيمة. على أمل نلقاكم مستمعينا ومتابعينا الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. ألف شكر لزميلاتي بالكنترول أميرة وشيرين. تضلوا بخير وسلامة.